آية باب ما يقوله عند نومه. بكر فت وانجو في بابا قال الله تعالى قلتها مالجا إن في خلق السماوات والأرض تربا سميدة أمو خيست واختلاف الليل والنهار halkanii guyyaa adda adda godhuu keessatti لآيات لأولي الألباب laayaatiin tilmaamtaa jira warra aqlii qabuuf jaa الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله خلق ذكروا قياما وقعودا الذين مالك مبارك سمان هنا جغال إيه الذين يذكرون الله خرب ذكرا تقاو خسك دا ربي بجج جا قياما وقعودا قياما دابتا تقودا دو وقعودا تيسما تقودا دابتا وعلى جنوبهم ومتجئين على جنوبهم جناچ رچي سوقته وعلى جنوبهم جناچ رچي سو تهاجا ويتفكرون في خلق ويتفكرون خلق الله لا ما تربا سميدچي خيس قائلين جچاجا ربنا ما خلقتها باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جانبا وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رسول مالته كان إذا أوى إلى فراشه إذا آوى جيوكوني فلك قرخ الله ساقل قرأ فتسا قال النجا باسمك اللهم أحيا وأموت باسمك اللهم مقاخي دبتاتي الرفيه الرباخا رواه البخاري بخاري يا بخاري أوديس وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين قال له جيني ولفاطمة علي في فاطمة نانا كجي رضي الله عنهما رب الراحة تلوفي إذا أويتما الله أكبر الله أكبر إذا أويتما إلى فراشكما جيتو قرافة خيسني وقاني في جيسا أو إذا أخذتما مضجعكما بكتشيس خيسني وقا جيسا فكبرا ثلاثا الله أكبر جاء وقا سدي وحمان انجوا فردها وقا سدي الله أكبر جاء وسبحا ثلاثا وثلاثين صدمي سدي رب قل كل ليس وحمدا ثلاثا وحمدا جبو وحمدا ثلاثا وثلاثين صدمي سدي أما رب فارسا وفي رواية قري روايات التسبيح 34 التسبيح رب قل كل ليس صدمي عفوري دوبا لبقوتي وفي رواية التكبير 34 تكبير تاناتي ترب قدسو خنا صدمي عفوري متفق عليه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا كجو اذا اوى احدكم تقون كيسن قربك الربا يقنقو فلينفذ يجونا فراش ساعة ترقوا تعوجا بداخلة داره خيس مرطوسا تقامت سأولتنا ترقوجا فإنه لا يدري هم بيهو ما خلفه عليه وانا بطسن الردي سنبيه تعوه فإن فيه سر طبي يعني فإن فيه سر طبي هجو قم قامت أولي غرقل چني وين تعوس وان سين قبضنا بما بيخا والقدو تاي ثم يقول دوبا نجا باسمك ربي باسمك ربي يا رب مقاخي دبتاتي ضعت جنبي كنا كلبخاي الريبا وبك أرفعه مقاخي دبتاتي لفرا والفونا أمسكت نفسي يلبو توقبت كرفت أرحمها إيه فرحمها فرحمها جي فارحمها إساتوني وإن أرسلتها يقديب تمو فاحفظها إسيتيسي بما تحفظ به عبادك الصالحين وان قبروتن كغاريتي سيتون تيسي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ته رسولين إذا أخذ ودعه
إذا أخذ مضجعه بكهري بساق قبة مال خكنا نفث في يديه حركة سالمان أفوفا بعد القراءات إيغاني في سورة قريبودا حركة سالمانت أفوفا وقرأ بالمعوذات معوذاتي قرئت أفوفا ومسح بهما جسده حركة لمانين قام ساهاكا متفق عليه والكي تايبو وفي رواية لهما دري روايات مو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه غربك هريبا يوغانكو كل ليلة هل كوتو جمع كفيه شنا جلما ولكبا ثم نفس فيهما دوبت أفوفا وقرأ فيهما قرئت أفوفا جيشولا قرأ سلا درانا فهم بودا جيشو قرئت أفوفا قل هو الله أحد مرة سدي قرأ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق مرة سدي قرأ أعوذ برب الناس برب الناس مو مرة سدي قرأ ثم مسح بهما دوبار كلماني نكو قام ساهاكا ما استطاع من جسده قام الرابق لقبهن دهاكا يده بهما أي سلماني نيقلا على رأسه متى الرأيقلا ووجهه فولاسي وما أقبل من جسده قام سان راوانا سديبي يفعل ذلك 3 مرات يوقا صديق الدلقا متفق عليه متفق عليه قال أهل اللغة أهل اللغة نجان هم المتكلمون في معاني المفردات من الكتاب والسنة النفث نفثين نفخ لطيف بلا ريق أبو فاتق قولة أنجوان قمني أصل اللغة فسرينا لا مراد الحديث وهذا تفسير لأصل اللغة لا مراد الحديث يعني وعن براء بن هادب رضي الله عنهما قال سلام مراني حديثا أبو في أنجو فقبض جيشو ديما بر سلام مراني حديثا أبو في أنجو فقبض جيشو هاي وعن براء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نانجي إذا أتيت مضجعك إذا أتيت مضجعك بكهري ما يقدفت فتوضأ وضوءا لقدفو فيت وضوءك للصلاة إيه وضوءك للصلاة وضوء خير حق صلاة مال موسى خيمر ما هم الموبايل سنة كنت أوزن هاي كده كيه نمت قدر انتاين خلاف سائق أرمان كائنا أنجامي وجر هاي إذا أتيت مضيعك بكيري ما يقبلوفت فتوضأ وضوءا الوضوء مكة صلاة في الكيفية والترتيب جاء ثم تجي سجنا مرقان رجيسي جي اللهم أسلمت نفسي إليك يا رب لبوتي يا سكان وفوضت أمري إليك وفوضت أمري هي قامت خخيتي إركسي ولجأت ظهري إليك تخدود هي قامت خخيتي إركسي رغبة ورهبة إليك رغبة إليك ورهبة منك من باب التنازع جانيني رغبة إليك كما خيتك جيلو ورهبة منك أن قدرتها فيها سر صداق لا ملجأ ولا منجا منك لا ملجأ إركون انتاني ولا منجا منك سر ولا انتاني إلا إليك كما خيت التمالي آمنت بكتابك الذي أنزلت كتاب خيخات بوبت التيامني وبنبيك الذي أرسلت نبي خيخات أرقت محمد التيامني فإن مت على الفطرة يولقن سن الرادوت أمنتي الردوت واجعلهن آخر ما تقول واجعلهن دعاء كان قولي بودوان جتو من أمر الدنيا الراجع متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول النتي إذا أوى إلى فراشه قربك الربا يبقاني في نقو قال نجا الحمد لله الذي أطعمنا
الحمد لله جنسي فارو ربي بخنونيا جسي وسقانا خنو أباسي وكفانا وكفانا خنو فجي وآوانا وأوانا وكتب له خنو قلچه فكم مما لا كافي له فكم هدودا جرا نمني قيان قمني جا خرب الرنكاين ولا مويا بقت قالوا خنين قمني هدو جرا. وعن حذيفة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حذيفة أنا هاجت تاسا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ما جان جابا أقمت عنها هاجت تقول بانا رضي الله عنه يجوبا رب الراها فنوجا كان إذا أراد أوغاني في فدو أن يرقد رفو وضع يده اليمنى أرقصا خمرقا كايا تحت كده أبو كده جين تحت خده تحت خده أجب تحت خده الأيمن ملا مرقا جلا غايا ثم يقول نجا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك دوبا خمين جا خمين ديسا اللهم قني عذاب خير على أولي يوم تبعث عبادك يوم تباس جيامو يوم تبعث عبادك بويا قبروتن كي خامتو وقال حديث حسن أكنا جي رواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله سكم جايا بومجا هذه ده هنينيو دي أبو داود إيه رواه أبو داود خدرا دولا وراهم بنا في دودي مامي وزيبا وين مخرجة وزيبا مخرجة ماله وين مخرجة إنيو دي برو زيبا مخرجة بردود بي مخرجة وقجان سام تجابر مخرجة وقجان خخي سبابا مالين جابر ميكم جي ميكم جي ها ترمذي نو ديسه ورواه أبو داود أبا داود ديسه من رواية حفصة رضي الله عنها آية وفيه أنه كان ته يقوله 3 مرات يوقع سديجا سبحان الله